شيكابالا وابراهيم صلاح. شيكابالا وابراهيم صلاح بالنسبه لي اتنين لعيبه كويسين جدا، واتنين من نجوم نادي الزمالك، واتنين محترمين جدا. انا ابراهيم الحقيقه ما اعرفوش على المستوى الشخصي، قابلته مره او مرتين. شيكابالا انا اعرفه على المستوى الشخصي وبحبه جدا جدا جدا، ولكن ما حدث في من مداخله كانت اعتقد مع الكابتن احمد شوبير اول امبارح، وقال لك احنا بقى لنا شهر ونص وما بنتمرنش، واحنا مش عارف ايه، واحنا مش عارف ايه، وما بنعملش وما بنخليش وما بنسويش. والله العظيم ثلاثه عيب عليكم اللي انتوا قلتوه، سواء شيكابالا او ابراهيم صلاح. كل ما يقال على مدير فني سابق، وخصوصا اذا كان هذا المدير الفني ابن من ابناء نادي الزمالك، لا يصح. اللي انتوا عملتوه ده اكبر عيب اتعمل. يعني انا الحقيقه مش لاقي كلام اوصف بيه الكلام اللي حضراتكم قلتوه ده ايه، سواء شيكابالا او ابراهيم صلاح. انا الحقيقه يعني كنت بحب شيكابالا جدا وابراهيم صلاح، ولكن ان يخرج اتنين من نجوم نادي الزمالك او اتنين كباتن نادي الزمالك ويتكلموا على مدير فني سابق بهذا الشكل وبهذا الاسلوب المستفز والمقزز، الحقيقه يعني اسلوب مستفز واسلوب مقزز لا يصح، لا يصح. انت ما انت موجود الا في نادي الزمالك الا عشان تكون لاعب فقط. لا يصح ان تقيم مدير فني. سيب الكلام ده لمجلس الاداره. الناس بتقول لي طب ما المستشار مرتضى، لما بقول لحد كده بيقول لي المستشار مرتضى ده رئيس النادي وهو حر يقول اللي هو عايزه، ويطلع الكابتن محمد حلمي. ولكن ان تخرج من هذه الكلمات من لعيبه كانوا تحت امره هذا المدرب. طب ما قلتش ليه كده وهو موجود؟ ما طلعتش ليه في الاعلام وقلت هذا الكلام وهو موجود؟ لا يصح الكلام ده، عيب. لو عندكم ذره من العيب ما كنتوش عملتوا هذا الكلام، ما كنتوش طلعتوا قلتوا هذا الكلام. كلام الحقيقه انا شخصيا كنت قاعد مندهش لما اتفرجت على الفيديو، قاعد مندهش ان ازاي شيكابالا ده من اطيب الشخصيات، ازاي يطلع يقول مثل هذا الكلام؟ انت عايز تبرأ نفسك وعايز تبرأ الفرقه، ونفس الكلام بالنسبه لابراهيم صلاح. كلام عيب وكلام مش يعني. انا بحاول ان انا امسك الفاظي الحقيقه، لان ما حدث اعتقد ان هو شيء ما ينفعش يتقال على مدير فني، وخصوصا اذا كان من ابناء نادي الزمالك. اللي حصل ده عيب، واتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يعاقب اللعيبه دي. لو كان عندنا هنا الكلام ده، كابتن شوبير طبعا استاذنا ما عنديش اي مشكله في هذا الموضوع، ولكن كل ما اقصده ان اتمناه ان يعاقب مجلس اداره نادي الزمالك ما شيكابالا وابراهيم صلاح عن ما قيل، لان الكلام اللي حصل ده مش هقول اكتر من كلمه واحده، عيب.